هو ازاي جهاز نزل من اكتر من 12 سنه ولسه لحد دلوقتي الناس بتتكلم عنه؟ ازاي جهاز اتهاجم من اول يوم وخسر قدام منافسينه وبرضه قدر يسيب علامه في تاريخ الجيمنج؟ انا هنا بتكلم عن الاكس بوكس 1، الجهاز اللي لما نزل قلب الدنيا جدل، ناس قالت عليه اسطوره وناس قالت عليه اكبر غلطه في تاريخ اكس بوكس. لكن بعد كل السنين دي وبعد ظهور اجهزه اقوى منه بكتير، هل اكس بوكس 1 لسه ليه قيمه في 2026 ولا خلاص بقى مجرد ذكرى من الماضي؟ النهارده هنرجع بالزمن ونعيش رحله الجهاز من اول يوم ظهر فيه، وهنتكلم عن قصته ومواصفاته وتصميمه واشهر الالعاب عليه، وايه اللي خلاه يفضل عايش في ذكرى ملايين اللاعبين لحد النهارده. واهم سؤال، هل يستاهل انك تشتريه في 2026 ولا خلاص كده راحت عليه؟ فانا عايزك تستعد، لان في حاجات هتسمعها النهارده ممكن تخليك تبص للجهاز ده بطريقه مختلفه تماما. فجاهز؟ يلا بينا. علشان نفهم اكس بوكس 1 في 2026 لازم نرجع بالزمن ل 2013. في الوقت ده كانت مايكروسوفت كانت جايه من نجاح ضخم جدا حققه طبعا الاكس بوكس 360، والكل كان متوقع ان الشركه هتكسر الدنيا بجهازها الجديد. طبعا الجماهير كانت متحمسه بشكل جنوني، والناس كانت مستنيه تشوف وحش جديد يقدر ينافس بقوه ويكمل نجاح الاكس بوكس 360. لكن اللي حصل طبعا كان صدمه. يوم الاعلان الرسمي عن اكس بوكس 1 الملايين دخلوا يشوفوا المؤتمر وهم متوقعين العاب ورسوميات مدهشه، لكن مايكروسوفت فضلت تتكلم عن التلفزيون ومشاهده الافلام والتنقل بين القنوات والاوامر الصوتيه وحاجات غريبه كده. فالجيمرز وقتها كانوا قاعدين قدام الشاشات مستغربين هي فين الالعاب، وبدات طبعا الانتقادات تكتر على الجهاز قبل ما حد ينزل الاسواق. لكن الصدمه الاكبر كانت لما اعلنت مايكروسوفت عن سياسات اعتبارها للاعبين. كان في توجه وقتها ان الجهاز يفضل متصل بالنت بشكل مستمر، وكمان كان في قيود على بيع وتبادل الالعاب المستعمله. الانترنت ساعتها طبعا كله ولع وانفجر غضب طبعا، وطبعا ساعتها انتشر مقاطع بتسخر عن الجهاز في كل مكان. وهنا جه طبعا المنافس اللي هو بلاي ستيشن 4، وهنا سوني استغلت الموقف باذكى طريقه ممكنه. في مؤتمر اي 3 الشهير طبعا سنه 2013 سوني قدمت عرض بسيط جدا لكنها كانت بتسخر من اكس بوكس 1. فيديو مدته ثواني حرفيا، شخص كان بيسلم لعبه لصاحبه وبيقول له كده تقدر تستعير العابك مني عادي. والله العظيم يا جماعه انا مش عارف سوني دي عملتها ازاي. الراجل واقف اصلا، شوف انت اللي على اليمين ده هو مش فاهم اصلا هو عايز ايه، وسوني بقى عامله لك اللي هو الخطوه الاولى واكن بقى في خطوات وما اعرفش ايه، والراجل في الاخر اداله اللعبه وخلاص. والله العظيم سوني دي رايقه. لكن طبعا مايكروسوفت ساعتها فهمت الرساله بسرعه، والشركه بدات تتراجع طبعا عن قرارات الغبيه اللي هي كانت بتاخدها ساعتها، ولغت معظم القيود اللي هي كانت حاطاها وبدات تركز على الشيء اللي بيهم فعلا اللاعبين وهي الالعاب. ومع مرور السنين طبعا بدا اكس بوكس 1 يستعيد جزء من سمعته، ظهرت العاب قويه وطبعا حسنوا الخدمه. وقتها اعلنت مايكروسوفت عن الخدمه الجديده وهي الجيم باس، اللي طبعا هتغير مستقبل الشركه بالكامل بعدين. ورغم ان البدايه كانت من اسوأ البدايات في تاريخ اجهزه الالعاب، الا ان اكس بوكس 1 اتمكن من الصمود لاكتر من 10 سنين، وفي 2026 بعد اكتر من 12 سنه من اطلاقه ما زال لغايه دلوقتي الجهاز موجود في بيوت ملايين من اللاعبين حول العالم، ودي حاجه قليله جدا ومن النوادر انك تشوف جهاز يقدر يعملها. بس خلينا نكون صريحين، مهما كان شكل الجهاز حلو ومهما كان تاريخه مثير للاهتمام، في الاخر الحاجه اللي بتحدد قيمه اي جهاز الالعاب اللي عليه. وهنا اكس بوكس 1 عنده نقطه قوه ضخمه جدا، لان بعد اكتر من 12 سنه الجهاز بقى عامل زي كنز مليان العاب. بجد لو اشتريت الاكس بوكس 1 في 2026 غالبا مش هتلحق تخلص كل الالعاب الحلوه اللي عليه. عندك مثلا سلسله فورزا هورايزن، واحده من افضل العاب العربيات في التاريخ، العاب بقى بعالم مفتوح ضخم ورسوميات لسه شكلها مبهر لحد النهارده. وعندك طبعا هيلو السلسله الاسطوريه اللي كانت سبب رئيسي في نجاح اكس بوكس. وعندك طبعا جيرز اوف 4 اللي لحد دلوقتي بتقدم معارك وحماس من اقوى ما يكون. ولو بتحب العاب طبعا العالم المفتوح فانت قدام وحوش حقيقيه. ليه؟ لان انت اول حاجه عندك جي تي اي في، ريد ديد ريديمشن 2 وذا ويتشر 3 وسكريم، والعاب تقدر تقضي فيها مئات الساعات من غير ما تزهق. والجميل ان اغلب الالعاب دي اسعارها بقت رخيصه جدا مقارنه بوقت طبعا اصدارها. يعني بدل ما تدفع الاف الجنيهات في العاب جديده تقدر تشتري مكتبه كامله بمبلغ بسيط جدا. وده من اكبر مميزات اكس بوكس 1 في 2026، انك داخل على مكتبه العاب جاهزه ومليانه تجارب اسطوريه اثبتت طبعا نفسها عبر السنين بمبلغ حرفيا صغير، او هو مش صغير، هو بالنسبه لاسعار النهارده هو صغير. صحيح طبعا ان الجهاز ما بقاش بينزل عليه كل الالعاب الجديده، لكن بصراحه كميه الالعاب الممتازه الموجوده عليه الوقت تكفي اي لاعب لفتره طويله. ومن الحاجات المهمه كمان ان اكس بوكس 1 كان بيدعم عدد كبير من الالعاب بتاعه الاكس بوكس 360 عن طريق طبعا خاصيه الباكورد كومباتيبيليتي. يعني مش بس عندك العاب الاكس بوكس 1 نفسها، لا ده كمان عندك جزء كبير من مكتبه العاب الاكس بوكس 360 شغال على الجهاز، وده زود عدد الالعاب المتاحه بشكل ضخم. وعلشان كده في 2026 لما حد بيجيب الاكس بوكس 1 مش بيجيب جهاز فيه كام لعبه كده وخلاص، هو بيجيب جهاز وراه سنين طويله من الالعاب والتجارب المختلفه. وده واحد من الاسباب الرئيسيه اللي مخلي الجهاز لسه ليه قيمه حتى بعد كل السنين دي. بعد ما اتكلمنا عن مكتبة الالعاب الضخمة لازم نسأل السؤال المهم، هل اكس بوكس 1 لسه قادر يقدم تجربة كويسة في 2026؟ بص،
لما الجهاز نزل في 2013 كان يعتبر جهاز قوي جدا بالنسبه لوقته، لكن النهارده احنا بنتكلم عن جهاز عمره اكتر من 12 سنه، فطبيعي انك ما تتوقعش منه نفس قوه السيريس اكس او حتى الاجهزه الحديثه بشكل عام يعني. لكن المفاجاه ان اكس بوكس 1 لسه بيقدم اداء محترم اكتر مما ناس كتير متخيله. في معظم الالعاب هتلاقي الاداء بيدور حوالين مثلا 30 فريم في الثانيه. صحيح ان دلوقتي بقينا متعودين على 60 و120 فريم، لكن بعد شويه هتتعود ومش هتحس بمشكله كبيره في اغلب الالعاب. اما بالنسبه للجرافيك فهنا اكس بوكس 1 بيفاجئك فعلا، لان في العاب كتيره على الجهاز لما تشوفها لاول مره صعب تصدق انها شغاله على هاردوير من 2013. الاضاءه والظل وتصميم الشخصيات والتفاصيل والبيئات كلها حاجات لسه شكلها حلو حتى بمعايير 2026. طبعا لما تحطه جنب الاجهزه الحديثه هتشوف الفرق، لكن لو لعبت على اكس بوكس 1 لوحده من غير مقارنه هتتفاجئ قد ايه الالعاب لسه شكلها محترم. ومن الحاجات اللي لازم تتقال ان الجهاز معروف باستقراره. يعني ايه؟ يعني اغلب الالعاب شغاله بشكل ثابت من غير مشاكل كبيره او تهنيج مستمر، وده مهم جدا لان تجربه اللعب السلسه ساعات بتكون اهم من الجرافيك نفسه. كمان لو الجهاز اللي معاك بحاله كويسه ومتنضف كده بانتظام هتلاقي انه لسه بيشتغل بشكل هادي ومقبول جدا. اكس بوكس 1 في 2026 مش جهاز هيبهرك بقوه زي مثلا السيريس اكس وهكذا، لكن جهاز هيبهرك بحاجه تانية، انه بعد كل السنين دي لسه قادر يشغل لك العاب كتيره بشكل كويس وبيقدم تجربه ممتعه من غير ما تضطر تدفع مبلغ ضخم في جهاز جديد. ولو في حاجه مايكروسوفت ابدعت فيها فعلا مع اكس بوكس 1 فهي الكنترولر. بصراحه اول ما تمسك الكنترولر في ايدك هتحس انه متصمم بعنايه شديده. الكنترولر سواء كنت هتلعب نص ساعه او حتى من 5 ل 6 ساعات متواصله مريح جدا. انت متخيل؟ مكان الازرار مريح والانالوج ذات نفسه ممتاز جدا وكل حاجه تقريبا في مكانها الطبيعي. ومن اكتر الحاجات اللي عجبت اللاعبين وقتها هي التريجر او ازرار ال تي والار تي، لان مايكروسوفت ضافت فيها اهتزازات خاصه. فمثلا وانت سايق عربيه او ماسك سلاح في شويه من الالعاب بتحس باحساس مختلف بيزود اندماجك في اللعب زي الدول سنس كده، بس طبعا ده كان في 2013 بقى. ولدرجه ان حتى ناس كتير ما عندهاش اكس بوكس اصلا كانت بتشتري دراع الاكس بوكس 1 علشان تلعب بيها على الكمبيوتر، وده اكبر دليل على نجاح التصميم. كمان خامات الكنترولر كانت ممتازه ومع الاستخدام الطويل كانت بتستحمل بشكل محترم جدا. وفي 2026 وبعد كل السنين دي لسه هتلاقي ناس كتير بتستخدم الكنترولر بتاع الاكس بوكس 1 بشكل يومي سواء على الاكس بوكس او البي سي. يا جماعه والله العظيم الجهاز ده اكتر حاجه ظلمته وهي بدايته، بجد بدايته كانت صعبه جدا. الجهاز ده لو كانت بدايته محترمه وحاجه كده قويه كده تليق بالجهاز ده والله العظيم كان زمان الجهاز ده تخطى البي اس 4 كمان، وانا مش ببالغ. مهما كانت الالعاب حلوه بيجي وقت وتحب تلعب مع اصحابك او ضد لاعبين من كل العالم، ومن زمان مايكروسوفت كانت من اقوى الشركات في الموضوع الاونلاين، وخدمه الاكس بوكس لايف كانت تعتبر من افضل خدمات اللعب الجماعي في عالم الالعاب. على اكس بوكس 1 كنت تقدر تلعب اونلاين في مئات الالعاب المختلفه، وكانت الخدمه معروفه باستقرارها القوي وسهوله الاستخدام. لكن في 2026 ما زال الاكس بوكس 1 يقدر يدخل الاونلاين بشكل طبيعي في الالعاب المدعومه، لكن لازم تعرف ان في شويه من الالعاب القديمه بدات سيرفراتها تقفل مع مرور الوقت، وده شيء طبيعي جدا بيحصل لاي جهاز قديم. ومع ذلك في برضه العاب لسه عليها لغايه دلوقتي ناس كتير ولسه ناس كتير بتلعب عليها اونلاين عادي على الاكس بوكس 1. الاكس بوكس 1 صحيح انه مش اقوى جهاز في السوق، وصحيح انه مش هيشغل لك احدث الالعاب بنفس قوه الاجهزه الجديده، لكن الحقيقه ان اكس بوكس 1 عمره ما كان مجرد ارقام ومواصفات، كان جهاز صنع الذكريات، جهاز قضينا عليه ساعات طويله من اللعب والضحك والتحديات والسهر مع الاصحاب، ولحد النهارده لما تشغله وتسمع صوت البدايه بتحس انك رجعت لزمن جميل من تاريخ الالعاب. فهل انصحك بشراء الاكس بوكس 1 في 2026؟ لو ميزانيتك محدوده وعايز تدخل عالم الالعاب باقل تكلفه ممكنه في الاجابه اكيد طبعا تجيبه. اما لو بتدور على احدث التقنيات واقوى اداء فالافضل انك تتجه طبعا للجيل الجديد. لكن مهما كان رايك محدش يقدر ينكر ان اكس بوكس 1 حجز لنفسه مكانه خاصه في تاريخ الجيمنج. بس كده، يا ريت بقى لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى اللايك واشترك في القناه بقى عشان نوصل ل 10000 سبسكرايبر في اقرب وقت. بس كده، كان معاك يوسف واشوفك في الفيديو الجاي. سلام.